سيدة فاضلة بنت أبي غادة صلاح الدين، رئيس ومؤسس صالون غادة صلاح الدين، الشاعران الكبيران، الشاعر الفلسطيني الكبير محمود مفلح، الشاعر المسرحي والفيلسوف الكبير الأستاذ علي أبو سالم، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة كنت تحدثت مع غادة أنني سآتي لأحضر نصف ساعة لأني على سفر، لكنها أصرت أن تقدمه. أقول في عجالة سريعة فيما لا يتجاوز دقيقتين. أولاً، هي اللغة البكر التي بخشوعها كخارقة جلت لتخلق نفسها. ثم إلى روح فضيلة أبي الذي كان العلم يحج إلى عمامته الأزهرية ويطوف حولها. أقول: القائلون بغير علم عصبة، ورجالهم حول المدينة مرجفات، والنص ينزع قلبه متوهم، والشارحون المضحكات المبكيات. الآن أكتب يا أبي مرسيل، كل الأماكن في غيابك ثاكلات، الشعر طأطأ رأسه من هيبة، إن الحروف جبانة أو ساذجات. روح الشهيدة السيدة أمي أقول: كسنابل قمح كنا، كسنابل قمح كنا، والسيدة الأطهر كانت حقلة. كانت أمي هذا العالم كله، تتيمم فوق سرير المشفى وتصلي السنة والفرض إشارة. لم يمنعها فيروس أعمى، رحلت طاهرة ومصلية صائمة صبرت لم تقنط حتى صارت رئتها كفارة. صبرت لم تقنط حتى صارت رئتاها كفارة. لكن رحيلك يا أمي كالإبرة ما بين اللثة والعصب. ألف رحم تطحن رأسي وتكسر فكي، ويمر غيابك فوق عظامي، وكأني ابن رباح في بادية الشرك. هل رحلت أم النور ولك فأقبلها وأمرغ وجهي في طينته المسكي؟ رغم الملحق أكبر يا سيدتي، لا أتذكر وجهك إلا وسطيا ما بين البسمة والضحك وحدك. من يروي في الحب أحاديث موثقة، والعالم لا يعرف غير أحاديث الإفك. إلى غير صلاح وإلى كل سيدات مصر العظيمات أقول: إن الكلام جميعه متعسر، إن تمنحيه الطلقة نثبت مولده. فلقد رأيتك في القصيدة، فلقد رأيتك في الثقافة عقدة، ولقد لمحتك أمها المتعبدة. لغة تغالب قيصرا في ضعفها وتشق قلب الشعر، تفتح موصدة يرقى لينجب في السماء بناته، وتقيم كعبتها ليعرف مسجدا. نسعى لقافية تأم رجالها، لا تعجبوا إن القصيدة سيدة. وأقول لي وتكتبه القصيدة ألف بال، وأكتبها وتكتبها ونكتبها كمسألة اجتهاد. فلا حرفي يعاندني عصيا، ولا حبري يلطف أصدقائي. الله. فلا حرفي يعاندني عصيا، ولا حبري يلطف أصدقائي، وشعري في ملابسه أنيق برقة عمقه والكبرياء. وعفو إن كتبت الشعر، عفو، وعفو إن كتبت الشعر، عفو، وعفو إن كتبت الشعر، عفو يطهره كنطفة أنبياء. الله.
لحظة 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 لحظة. حلوة دي. معذرة يا شكرا جزيلا. أبدعت. أستاذ أحمد خلاص بعد إذنك لو سمحت. استاذ احمد حضرتك تجول في المكان زي ما انت عايز بس معانا الجزء ده كله يعني وندعو الآن أخطاء الشاعر الكبير الأستاذ السعيد عبد الكريم فليتفضل.